انت بتعملي ايه يا اسراء؟ انت هتقطعي وش حماتك؟ فرصه يا اسراء وجات لحد عندي وانت اللي جبتي لنفسك. كده انا صورتك وعادل يجي بقى وانا هظبط اللقطه معاه. ماما، على فكرة أنا شفتك وأنت بتصوري مرات عمو. اسكتي، دي تيتا كانت وشها يتقطع دلوقتي، انت ما شفتيش حاجه. لا يا ماما، أنت صورتيها وبس هي مرات عمو طيبة. دي مرات عمك دي حربوقه. ايه ده الباب بيخبط؟ ايوه مالكيش دعوه، ما تدخليش اللي مالكيش فيه. ايه يا عادل؟ ازيك يا امان، عامله ايه؟ الحمد لله. انت كنت فين يا عادل؟ كنت تحت على القهوه. طب انا عايزاك في موضوع مهم قوي. خير، تعالى ما نقعد. في حاجه ولا ايه؟ اسراء مراتك. مالها اسراء مراتي؟ فكه وش المروحه وبيجوا عند وش امك وهنقطع وش امك جوه. انا صورتها اهو عشان انت عارفه انت مش هتصدقني. انا مراتي تعمل كده في امي؟ بس المنظر ده فعلا. انا ما بكدبش عليك، عيب يا عادل. وفين البت دي؟ جوه، الحق بسرعه. والله يا اسراء هتطلقي. امشي بقى وسيبي لي المملكه دي بقى لحد ما جوزي يجي. الحمد لله كده ايه روحي بقت لها وحسيت ان هي هديت شويه. اللي انت ماسكاه في ايدك ده في ايه يا عادل؟ اوعي. في ايه يا عادل؟ في ايه؟ في انت بالظبط عايزه تعملي في امي ايه؟ يا ابني مش عايزه اعمل فيها حاجه، ده كانت تعبانه فقلت اهولها شويه. مش تعبانه؟ مرات اخويا يا ابله صورتك وانت عايزه تقطعي وشها وشايله وفكه البوس كمان بتاع المروحه. والله روحها كانت بتروح منها قلت اهولها، انا ما عملتش حاجه يعني كل ده. هما كلمتين اتنين، روحوا عند اهلك وانا ليا كلام تاني معاهم. ولما امي تصحى انا هسالها انت كنت عايزه تعملي ايه فيها بالظبط. بقول لك كانت تعبانه على فكره. بطلي كدب شويه، يلا من قدامي. ياما انت كويسه؟ ايوه كده يا عادل، اديلها. عايزه اطير وش حماتي. ده كده يا ايمان، ده كله يطلع منك انت. ماشي. ايه يا ايمان اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ انت بتخربي بيتي يا ايمان. مش انت كنت هتقطعي وش حماتي دلوقتي؟ اسيبك تقطعي وشها؟ لا تصوري العدل وتوري له، صح؟ اه طبعا، خايفه على حماتي. انا بحب حماتي، لازم اخاف عليها. انت بتعرفيش نيتي، بس بكره الايام تثبت لك انا كنت بعمل ايه، وساعتها انت اللي هتطلعي وحشه مش انا. هي دي حقيقتك، عشان كان لازم اصورك واعمل معاكي كده. هيبان يا حبيبتي، الدنيا دواره، ساعتها انت اللي هتمشي من هنا مش انا. يلا بقى، خلي بقى عندك دم شويه، مش جوزك كرشك. يلا روحي بقى. هيبان. طير وش حماتي وعايزه تقعد. باي باي يا اسراء. انا مش عارف يا امي لحد امتى هتفضلي نايمه. أما عادل ايه يا حبيبه عمو؟ على فكرة ماما ظلمت طنط إسراء. ظلمتها ازاي يعني؟ مش فاهم. هي تيتا قبل ما تاخد العلاج قالت لطنط إسراء هولي شوية بالمروحة، وماما بتكدب على فكرة. يعني امك بتتبلى على اسراء؟ اه. انت متاكده من الكلام ده؟ أيوه. يعني ايه ده؟ انا كرشتها ومشيتها وخليتها تروح عند اهلها. طب وانت امك بتعمل كل ده ليه؟ مش عارفة، عشان ما بتحبش طنط إسراء. انت قاعده معاهم هنا وعايشه وانا مبقاش موجود، انت بتشوفها بتعملها ازاي يعني؟ مامتك مش بتحبها؟ اه. خلاص روحي وما تقوليلهاش ان انت قلتي لي اي حاجه، وانا مش هقول لها. ما تخافيش يا حبيبه عمو. شكرا. لا يا روحي، انا كل الترتيبات اللي انا عملتها طلعت صح، واسراء مشت عادل الحمد لله كرشها. ماشي ثواني بس كده يا حبيبي. ايه يا عدوله؟ ايه يا امان؟ رايح فين؟ نازل اجيب علاج للحاجه. لا ما تقلقش عليها، انا هبص كأن اسراء موجوده وزياده. العلاج هتاخده بمواعيده والاكل وكل حاجه، ما تقلقش من اي حاجه. لا اسراء ايه بقى؟ اسراء دي في 60,000 داهيه. الله يسامحها، مش عارفه انت متجوزها ازاي بصراحه يا عادل. اللي ما ياخدش باله من امي انا هكرشه، وعمره ما يدخل تاني الشقه دي. بالله عليك ما تعصب نفسك. لا مش معصب نفسي خالص. ايه ده كده؟ كل حاجه انا هعملها لك. ماشي يا امان، بعد اذنك. اتفضل. تعالي يا اسراء. اسراء ما تزعليش مني، حقك عليا والله العظيم. الحربايه اللي اسمها امان دي هي السبب. ما انت ما اديتنيش فرصه عشان تفهم، كل حاجه تكرشني وخلاص، وفي الاخر برضو وانا ماشيه قلت لها بكره تعرفي ان انا مظلومه، وهي كده كده عارفه اللي فيها. حط نفسك مكاني، انا دخلت لقيت مراتي ماسكه مروحه عادل انت شايف معاملتي مع امك عامله ازاي كويس قوي، مش مستاهله ان انا اتصنع قدامك واعمل ان انا بحبها من وراك. لا هي السبب، الشيطان دي والله هي اللي عملت بينا المشكله دي. حقك عليا، قلت لك خلاص بقى، وبعدين اتاسفت لاخواتك ولابوكي ورضيتك اهو. ماشي خلاص، حصل خير، المهم ماما تبقى بخير وخلاص. وبعدين انا اللي مش هخليها تقعد هنا دقيقه واحده. اصبري عليا، تعالي. وانت مش تدي العلاج لتيتا؟ تيتا مين يا بت؟ مالكيش دعوه. قلت لك كذا مره ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. عادل عايز حاجه اعملها لك؟ على فكره انا سمعت البت وهي بتقول لك مش هتدي العلاج لتيتا.
قلت لها تيتا مين يا بت؟ ما هي ما تعرفش حاجه، انا عطيت لي ماما العلاج وكل حاجه حماتي. انت عارفه مين اللي هيخليني اسكت على اللي انت عملتيه؟ هي البت الغلبانه ده. ايه اللي حصل؟ عشان خاطر ملهاش مكان هتترمي فين؟ لكن لو عليك انت انا كنت رميتك في الشارع. ايه ده، ما انت كنت نازل كويس ومفيش حاجه في ايه؟ في اللي انا عرفت حقيقتك وعرفت انك كنت عايزه تخربي عليا انا ومراتي. أنا؟ وانت السبب. ومراتي كانت بتهوى على امي عشان خاطر الجو حر. لا ما صدقش. مين اللي قالك الكلام دوت؟ مين اللي قال لي؟ اللي قال لي حقيقتك ظهرت. يا عادل انا خايفه عليك. انا هقول لك كلمتين اتنين عشان خاطر لو هتقعدي هنا عشان خاطر دي بس. ما اشوفكيش بتطلعي من باب اوضتك. واللقمه هبقى خليها تدخلها لك جوه اللي انت كرشتيها. طب افهمني طيب يا عادل. من غير ما افهمك. اديني فرصه اتكلم طيب. والحوار ده انا مش هوصله لاخويا علشان خاطر لو وصلته لاخويا هيطلقك فيها ودي اللي هتبقى ضحيه منك لله. يا رب انا دلوقتي انا عايز اعرف عادل اعرف ازاي. كل اللي فرق معاكي يا ماما اللي هي رجعت ليه؟ انت مش شايفه ان انت ظلمتيها يعني؟ بت هو انت اللي فارق معاكي انا ولا هي؟ انا اللي امك مش هي. لا يا ماما انا واقفه من اللي معاه الحق. ما واقفه مع الحق. اه هو انت شفتي حاجه عشان تعرفي حاجه؟ وبعدين ما قلت لك كذا مره قبل كده ما تتدخليش اللي مالكيش فيه، احنا كبار مع بعضينا فالصغيرين ما يتدخلوش. حصل ولا لا؟ يا ماما انت كده انت مش خايفه من ربنا تخشي النار؟ كل اللي معصبني دلوقتي انا عايزه اعرف عادل اعرف ازاي، وهعرف وهتجسس وهعرف ومش هقعدك لحظه بعد كده يا سراء تاني هنا. انا هشوف لك اي حل ان انت تمشي منها خالص وعادل ما يجيبكيش تاني. هي ازازتك في ايه يا ماما؟ دي كانت بتهول تيتا. بت انت هتعصبيني. اقعدي ساكته مش هسمع صوتك. ربنا يهديك يا ماما، وانتوا كمان حبوا بعضكم عشان ما تنسوش اللي فيه ربنا فوق، واعملوا لايك للفيديو واشتراك. باي.